على محمد وآل محمد. اليوم راح أسوي لكم طريقة عمل البات العراقية. عندي هنا باتشة كاملة، أنا طبعا غسلتها ونظفتها كل زين. راح أستخدم ويانا، عندي هنا لية مال غنم، عندي هنا 2 ماجي لحم، عندي هنا بصل ونومي بصرة، عندي هنا البهارات راح أستخدمها اليوم بس كركم، أوكي طبعا ما ننسى الزيت والملح. راح أستخدم هذا الجزر. أول شي طبعا راح أخليه تقريبا كمية يعني حسب ما تحبون من الزيت، راح أخلي عليه اللية. هسه راح أحمس اللية طبعا تقريبا شوية، ورا راح أضيف عندي البصل ونومي بصرة وما حمسه وياه كل زين. هسه بعد ما حمسته هسه راح اخلي عليه الباتشة اللي عندي، واما احمسها يعني طبعا حمسة خفيفة لمدة 5 دقايق، ولا راح اضيف عليه المي. هسه طبعا ضفت عليه مي يغطيه. هسه اول ما يفور عندي طبعا اشيل الزفر مالته وراح اتركه على نار كلش ناصية. راح اخلي هنا ماجي اللحم، راح اخلي عليه خشقة مال اكل كركم. هسه راح اخليه طبعا اول بداية على نار عالية لحد ما يفور عندي. اشيل الزفر مالته واخليه على نار ناصية، تقريبا ياخذ عندكم 2 ساعات بالضبط. وهذا طبعا بعد مرور 2 ساعات بعد ما استوت عندي، عشان صار شكلها طبعا طعمها كلش طيب وما تاخذ وقت عندكم بنفس الوقت، ما تاخذ وقت. اتمنى طبعا تجربون هاي الطريقة، اني من اسهل الطرق طبعا هاي، وطعمها كلش طيب. صار هنا شربت خبز راح اخليه فوق السوق، وهذا شكلها هنا. عليكم بالعافية.